دفع الله ما كان أعظم. اليوم بالخمسة الصبح احترق مطعم سالم دعبول، بس نقول الحمد لله والشكر وفضل الناس، فضل دعاهم، فضل حبهم، مواقفنا ويا هاي الناس المستحقة. طلعت العمال بعجوبة 4 ساعات ونص استمر الحريق، 11 سيارة أطفاء تطفي. شكرا للدفاع المدني، شكرا لوزارة الداخلية. اللي صار شنو اخواني؟ يسألون شنو الموضوع. قبل فترة أنا رحت المعسكر الرشيد وصورت منك من وزعنا ثواب ووزعنا مساعدات. قلت يا اخوان اللي الله ممكنه خلي يساعد ويانا، هذول اطفال تكرمون ما عندهم حتى نعل، ما عندهم احذيه، ما عندهم ملابس. انا حكيت وهاي نعمه من نعم الله، العالم قدرت وجابت هاي الملابس هسه شوفوها، وتكرمون الاحذيه ولعابات. احنا من وزعنا هناك اكتفت المنطقه هناك بمعسكر رشيد، اكتفت. الباقيات ضميناهن بالمكتب بالمطعم، يعني بالطابق الثالث، وقلنا على الاسبوع القادم نروح المناطق تستحق همات. صار التماس كهربائي، احترقت هاي الملابس واحترق الطابق الثاني واحترق الطابق الثالث. اولا نقول الناس اللي تبرعت خلي يبرونا الذمه، لان هذني اللي احترقن مو غراضي، هاي ناس جابوهن وقالوا توزعهن للفقراء. وزعنا من عندهن قسم، والقسم هو هذا اللي دا نوزعه على اساس الجمعه تجي بالمناطق اللي قلت لكم عليها تستحق. وهذا اللي صار. وشكرا لكل شخص اليوم وقف ويانا، ناس اجتي من الكرخ، وناس اجتي من الرصافه، وناس اجتي من تلفات الدنيا، وناس من زبائن لحد الان دا ينزلون بالانقاذ. شكرا لكم فعلا. اللي يزرع يحصد. وهاي نصيحه لكل ابو مطعم همات وكل شخص عنده بنايه. انا كنت قبل ما مسوي سلم النجاه، ما مسوي. من حادثه الكوت بلغونا الدفاع المدني وقالوا سوينا هذا سلم النجاه. هذا اليوم انتشر لكل العمال، لو مو هذا تصير مجزره، لو مو هذا كان ما يطلع ولا عامل صاحي. بس الحمد لله والشكر انا فرحان بشيء واحد، انه كادري ما بي شيء. هاي رساله لعوائلهم والناسنا والمحبين، انه كادري كل شيء ما بي، فقط اضرار بالمطعم، وان شاء الله كم يوم ويرجع مطعم سالم دعبول ويرجع نفس التبرعات. ولو مو تحترق هاي الهدوم نجيب غاثهن ونوزعهن. تحياتي.